السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله يا ربي انني نلقاكم في حالة جيدة، وان هذا الفيديو يلقاكم في احسن حال وعطلة سعيدة ان شاء الله يا ربي الحبيب، بالصحة والسلامة والرزق. اليوم بغيت نشارك معكم هاد تشيز كيك اللي غزال بنين، وكما كتشوفوا الشكل ديالو هو يهضر على راسو، وراه رخيص ومقادير جد بسيطة، وكذلك بدون جبن بدون كريمة. وشوفوا غير الطريقة التقطاع ديالو باش تعرفوا بأنه راه ناجح 100%، وخصوصا وأنه كيتقطع لنا بواحد السهولة ورطاب وبنين. آه ما شاء الله. كنتمنى ان شاء الله يا ربي انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر، وما تنسوناش من لايكاتكم وبارطاج مع الاهل والاحباب. بطبيعه الحال اذا كانت القناه كتنال الاعجاب ديالكم، وكما كتشوفوا يعني مده طويله ما حطيت فيديوهات نظرا لان ما كايناش المشاهده، ما كايناش التشجيع، فقلت لما لا انني نرجع من جديد للقناة. وكنتمنى ان شاء الله يا ربي ان هذا تشيز كيك انه يكون خير وفال خير ان شاء الله يا ربي حبيب على هاد القناة. وعلى بركة الله عندي هنايا كيكس ماريا انتيغران تزرع باش كيجينا رخيص تشيز كيك. غنطحنو مزيان، او يمكن انكم تعملوه في الماكينه او تعملوه في بلاستيك وتهرسوه بهذا بالكاس ولا بشي حاجه، مهم انه يتخلط يتهرس مزيان حتى تحس بانه يعني كله مهرس. من بعد غنمشيو للمرحله الثانيه، كما كتشوفوا يعني كيتهرمش مزيان مزيان على هذا الشكل هذا. جبت هنايا 2 معالق كبارين د الزبده على حسب الكميه. انا عندي هنايا كخه كامله د بسكوي. جبت ذوبت الزبده صافي، غنجمع مزيان مزيان هذا الخليط حتى ينسجم لي مزيان. كيكس يعني بسكوي والزبده حتى تنسجم مزيان. من بعد ما كتنسجم كنعملوها في المول، يعني اي مول شكل اللي عندكم، داير ولا صغير ولا مربع ولا يكون كما كان، يعني الشكل اللي بغيتوه نتوما. صافي غنبقى على هاد الطريقه هذه انني نساويه مزيان. من بعد ما كنساويه مزيان يعني حتى كنعمل لا باز مزيان، كنجيب الكاس او لا اي حاجه وكنسويه كنضغط عليه مزيان مزيان. من بعد ما ضغطت عليه مزيان غنحطه في الثلاجه على جنب. جبت هنا لتر د الحليب، 2 معالق نسكافيه، 2 معالق او 3 حسب الذوق د سكر حبيبات، وجوج د فلان د الكراميل. هاد فلان د الكراميل كيعطي واحد النكهه رائعه رائعه في هاد تشيز كيك هذا. كنتمنى ان شاء الله يا ربي انكم تجربوه، وراه ما عاد تندموش. هاد الخليط راه من الدماغ ديالي، ما شفتو حتى فشي قناه وما شفتو حتى فشي حتى فشي رابط ولا شي حاجه. من بعد كنزيد 2 معالق د النشا على حسب تشيز كيك كنعملو بالجبن وبالكريمه ما كيبغيوش ولادي، فقررت بانني نعمل تشيز كيك وغندخل الكوزينه وغنشوف داكشي اللي كاينه. صراحه وطلع رائع. من بعد زدت 1 معلقه د زبده اللوتوس باش غنخلطها مزيان، باش عاد تجي ديك المذاق د اللوتوس غالب على النسكافي، غالب على على فلان د الكراميل. جا واحد المذاق رائع رائع. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. صافي حطيت الخليط ديالي في المول، غنخليه يشبر درجه الحراره المطبخ. من بعد غندخلو الثلاجه، يعني يبات ليله كامله او على الاقل 6 ساعات انه يكون في الثلاجه. انا خليته ليله كامله. صافي من بعد جبت هاد كريمه د اللوتوس، زبده اللوتوس،
عنذوبه. صافي جبت التشيز كيك ديالي، عنكبو عليه من فوق باش نعمل الطبقه الاخيره، عنمشيه بالمعلقه كامل باش انه نخليوه يهبط لنا من الجناب. كيجي المشكل ديالو رائع، وحتى المذاق صراحه رائع رائع. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوه وما تندموش. كيف كتشوفوا هاد الطبقه د اللوتوز كتعطي واحد اللمعان، واحد المذاق رائع رائع. راه ما زدت فيه حتى شي حاجه، فقط انني عملته في حمام مريم ودوبته صافي وزوقت به على هذا الشكل هذا. كنخليوه انه يكون هابط شويه من الجنب باش كيجي داك الدميعات وكيجي داك المنظر رائع. هنايا عندي كيكس او البسكوي حتى هو مع الزبده للتزيين، كنزين به على هذه الطريقه هذه من الجناب. بغيتو تعملوا من الجناب ومن الوسط شويه بلا ما تزوقوا كيكس اللوتوس هو راه عندكم الاختيار. انا عملته هاد الدائره الزوقه من الجناب على هاد الشكل هذا، كثرته صراحه كيجي بنين 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 بزاف بزاف. تشيز كيك اللي ما كيعجبوش انه يكون بالجبن، فهذه احسن طريقه واحسن وصفه، وصراحه راها كتجي رائعه رائعه رائعه. من بعد غنخليه في الثلاجه، بعد ما عملت لك كريمه اللوتوز وزينته غنخليه في الثلاجه ما فاتليش اكثر من ساعه. كان واجد وزاد شبر في راسو مزيان. صافي كما كتشوفوا من بعد اصلا هي غير كتكب ديك كريمه اللوتوز صافي كتجمد في البلاصه. كما كتشوفوا الشكل كيفاش عامل، راه الشكل هو يوصف راسو. كنتمنى ان القناه ديالي انها تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم وانكم تشجعونا. ولكن مع الاسف القنوات ديال التفاهه والقنوات ديال التحديات هي اللي كتطلع. سبحان الله، يعني زمن التفاهه، هذه هي الحقيقه. كنتمنى ان اللي بغى محتوى نقي بانه يشجع جميع القنوات اللي نقيين، وكل واحد يعني كيتبع داكشي اللي كيبغي هو بطبيعه الحال. وشكرا على الناس اللي كتثق فينا، وشكرا على اللي كيزورنا واللي كيدعمنا باللايكات ديالو وبالتعاليق اللي صراحه اللي كتشجع وكتعطيك واحد تشجيع. وشكرا بزاف بزاف، والى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله. وإلا بغيتوا فيديوهات من هذا النوع او انواع تشيز كيك بدون زبده بدون كريمه سهلين والخاصين، كتبوا لي في التعاليق وانا نجيب لكم الجديد. شكرا بزاف بزاف، والى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله.